لو بتحس إن التوتر بيأثر بشكل كبير على حياتك يبقى الفيديو ده أكيد ليك. 5 حيل نفسية هتخليك تتعامل مع التوتر بأحسن طريقة. أول حاجة معانا وهي تقنية إعادة التشغيل، وده بيبقى تنفس مخصوص بيبعت للعصب الحائر إشارة إن جسمك آمن، فبيقلل نبضك وبيقلل توترك. في الطريقة دي بتسحب شهيق 4 ثواني، بعدين بتحبس النفس ثانيتين، بعدين بتطلع زفير ببطء خلال 6 ثواني. الحركة دي بتكررها 4 مرات وبتقللك التوتر خلال 30 ثانية. تاني تقنية معانا وهي تقنية السجل المدني. ليه أنا مسميها كده؟ لأن في التقنية دي أنت هتسمي خوفك. عايزك كده تتخيل معايا جملة من 4 كلمات، أول 3 منهم أنا متوتر منه. في مكان الكلمة الرابعة ده وده اللي هتملاه بمعرفتك هتحدد الشيء اللي أنت متوتر منه فعلا. يعني لو أنت متوتر من امتحان هتقول أنا متوتر من الامتحان، ولو متوتر من أي حاجة تانية هتسمي الحاجة دي مكان النقط. لما تسمي الإحساس اللي أنت حاسس بيه دماغك بيفهم إن الإحساس ده معلومة مش خطر، وبالتالي التوتر بيقل بسرعة. تالت حاجة معانا وهي قاعدة 90 ثانية. العلم بيحدد إن موجة التوتر البيولوجية بتقعد 90 ثانية بس، لكن اللي بيطول مدتها هو التفكير في أسوأ السيناريوهات. طيب الطريقة دي إزاي بتعملها؟ لما بتحس بتوتر بتصبر 90 ثانية. في ال90 ثانية دول ما بتفكرش في أي سيناريو، سيب الإحساس يعدي لوحده لمدة دقيقة ونص، ركز في النفس بتاعك أو في أي حاجة حواليك. بعد ما تعمل الخطوات دي التوتر بتاعك بيهدى من غير ما تعمل أي حاجة. رابع حاجة معانا وهي تقنية 5-4-3-2-1. 5 حاجات تشوفها، 4 حاجات تلمسها، 3 حاجات تسمعها، 2 تشمها، 1 تدوقها. طبعا انت دلوقتي بتقول اشوف ايه واشم ايه، بس انا حالا هفهمك قصدي. خلينا دلوقتي نتخيل ان انت متوتر وقاعد في اوضه، عايزك كده تحدد 5 حاجات تشوفها. يعني مثلا في الصوره اللي قدامنا دلوقتي عندك في دولاب وفي مرايه وفي صوره من فوق، وزي كده هتكمل 5 حاجات. طيب 4 حاجات تلمسها، هتحاول تلمس اي حاجة حواليك. يعني ممكن تلمس القميص بتاعك، ممكن تلمس البنطلون، ممكن تلمس الحيطة، وزي كده برضو هتكمل. طبعا 3 حاجات تسمعها وحاجتين تشمها وحاجة تدوقها، هتكمل برضو بنفس الطريقة. الهدف هو انك بتسحب نفسك فورا من دماغك. لما بتركز في الوقت الحالي وبتخرج بره دماغك التوتر بيقل. ننقل بقى على خامس واخر حاجة وهي تقنية 5%. العقل دايما بيتوتر لانه شايف ان المهمة ضخمة وصعبة، فلما تقلل حجم الخطوة ل5% التوتر هيقل بنسبة كبيرة. يعني مثلا لو عندك مهمة مضايقاك ولازم تعملها، هتبص على المهمة اللي مضايقاك واسأل نفسك ايه أصغر خطوة أقدر أعملها دلوقتي، وهتشتغل على 5% بس منها. يعني لو عندك مذاكرة لجزء كبير من المنهج ممكن تاخد صفحة واحدة بس عشان تحسس نفسك إن المهمة سهلة. وبكده نكون وصلنا لآخر حلقتنا الصغيرة. ما تنسوش إن احنا في البداية واعملوا لايك واشتركوا معانا. اتبسطت جدا إني كنت معاكم، وسلام.